يترك برشلونة من أجل قضاء وقت رومانسي مع حبيبته. يتحدى فليك من أجل عيون نيكي نيكول. يكسر قواعد النادي الكتالوني للتنزه مع المغنية الأرجنتينية الحسناء، ولكن النادي يحمي اللاعب ويجبر المدرب على تقبل هفواته. كفى، لأن فليك أصبح يكره هذه القصص. لقد أعرب المدرب الألماني عن غضبه الشديد، ووصف الأخبار المتداولة حول تدخل إدارة النادي لمنعه من معاقبة النجم الشاب لامين يامال بأنها هراء. جاء ذلك رداً على تقارير إذاعية أشارت إلى أن يامال تأخر عن التدريب قبل مباراة باريس سان جيرمان الأوروبية، وأن الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو تدخلا لمنع فليك من استبعاده وإجباره على الدفع به أساسيا في المباراة التي انتهت بخسارة برشلونة ب2-0. وفي مؤتمر صحفي نفى فليك بشدة هذه الأنباء، مؤكدا: هذا هراء، لم يقل لي ديكو أو أي شخص آخر في النادي شيئا بهذا الخصوص. كما تطرق فليك إلى ظهور يامال بعد إصابته وهو يسافر مع صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، مؤكدا أن هذا الأمر يخص حياة اللاعب الخاصة، وأن ما يهمه هو التزام يامال وسلوكه المناسب في التدريبات.